ده الفيديو الأهم على الإطلاق في سنة 24. 4 حاجات تعملهم في السنة الجديدة تفرق عن كل حياتك اللي فاتت. أول حاجة تتعلم قايمة بطل، قايمة كده تبطل فيها الحاجات دي. بطل تتعشم في الناس بزيادة، لأن العشم الزيادة بيوجع القلب وبيعمل صدمة للبني آدم، لأنك ما بتلاقيش الحاجة اللي أنت عايزها. بطل تحب بالناس في زيادة، الحب الزيادة هيوجع قلبك، واللي قدامك مش هيبص ان انت بتديله زياده، هيبص ان ده حق مكتسب. بطل تاخد ثقه في الناس بزياده، ادي الناس على قدر الحدث. بطل تكون فكره عن الناس بسرعه وتتخدع فيهم بسرعه. بطل تبقى كسلان في حياتك. بطل تسمع الكلام اللي بيتقال عن ودنك وحش وتصدقه من كل حد يقوله لك في حياتك. قايمه بطل كل دول وشكل حياتك هيختلف. 2. اقعد مع نفسك وهات ورقه وقلم واكتب كل الفلوس اللي انت محتاج تبقى معاك في السنه الجديده، سواء فلوس عليك او دخل زياده انت عايزه عشان بقى تطلع عمره، تحج، تفتح مشروع، تربي عيالك. وحط قدامك كده الوقت اللي انت بتنزل فيه تشتغل، واقسم على نفسك انك لازم تسعى ورا اي عمل تشتغله يجيب لك الفلوس دي. تشتغل 6 ساعات في اليوم، دور على شغل اضافي اخر اليوم، وانت قاعد على قهوه مع اصحابك فكر وشوف مين اللي بيتكلم في مشروع جديد. حتى لو انت هتشارك بعقلك او حتى بالمجهود، دور على شغل زياده عشان تزود مصدر دخلك. هتقولي ما عنديش شغل ومش لاقي، دور. في ناس كتير اميه لا بتقرا ولا بتكتب، وناس عظيمه على فكره، ودور ولقى شغل، قعد يدور ايام طويله لغايه ما لقى وربنا جبره بخاطره. اعمل يا جدع زي اللي عنده محل بقاله، بيفتح الصبح يرش الميه في الشارع ويقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. قعد شهر كامل ما دخلوش جنيه، بس الشهر الجديد اول يوم دخل واحد خد نص البضاعه. ربنا هيكرمك. كل الناس اللي معاها فلوس النهارده كانت شغاله في الاول حاجه بسيطه، ربنا سبحانه وتعالى اداهم على قدر احتياجهم. اكتب اللي محتاجه وخش السنه الجديده دي ما تفكرش غير في حاجه واحده: هجيب الفلوس دي يعني هجيبها. الاقتصاد يطلع اقتصاد ينزل، قسما بالله هجيب الفلوس دي يعني هجيبها بعرق ومجهود. تالت حاجة، افتح باب جديد مع ربنا. ما تعملش حاجة حرام تفقرك، ابعد عن اي حاجة حرام هتفقرك. حاول انك ترضي ربنا وانت في عز الدقيقة. طلع يا عم جنيه لله، ما تضيعش فرض ربنا عشان ربنا يكبر بخاطرك. يجي قدامك الحرام الناس كلها بتعمله وانت اوعى تعمله، فقر وبوابة سودة. وخد عهد مع ربنا سبحانه وتعالى ان اي حاجة تجري عليه وتكلمه: يا رب انا موجوع، يا رب انا تعبان، يا رب انا قلقان، يا رب انا قلبي واجعني. هتلاقي ربنا والله العظيم فتحها عليك بشكل لا يمكن ان انت تتخيله. القرب من ربنا بينور الوش. افتح باب جديد، حبه يا جدع، حبه يا جدع، الوحيد اللي تحبه وتبقى متأكد انه هيرد لك الحب ملايين، لانه بيحبك من قبل ما تتكلم. واخر حاجة، لازم الحياة الجاية دي تبقى انت فيها بني ادم تاني. لازم تبقى بني ادم مقاتل. هتضحك عليا وتقول لي كلام وخلاص؟ لا مش كلام، انت بتموت نفسك بالبطيء. اسمع اي كلام يديك كلام ايجابي، اشحن نفسك يا جدع. اسمع مليون فيديو يديك طاقة ايجابية. الطاقة الايجابية دي هي اللي هتنور الوش. ده مش كلامي، ده كلام ربنا في القرآن والانجيل. يبقى عندك امل في بكرة يا جدع، عندك امل انها هتتعدل، عندك امل ان ربنا هيفرجها. يبقى عندك طاقة تنزل تتحرك وتشتغل، تنزل يبقى عندك باور. مش واحد عنده 20 سنة ويبان قدام الناس 100 سنة عشان هو يائس. ارفض اي حاجة تدي لك يأس، غير اصحابك اللي بيدوك يأس، غير الاماكن اللي بتروحها اللي بتديك يأس. سد ودنك لو انت مجبر تروح في الاماكن دي، وافتح كل ابواب الطاقة الايجابية اللي تنور وشك. والله لو عملت ال4 حاجات دول حياتك هتبقى مختلفة، وحياتك هتحس فيها بإيجابية كبيرة. هتتعب عادي، كلنا بنتعب. هتلاقي مليون عقبة قدامك عادي، ما هو ده الطبيعي. هو في بني آدم ما قداموش عقبة؟ أنجح ناس في مصر بتقابل عقبات. تبقى متأكد إن العقبات علامات إنك هتوصل. العقبات دلائل إن أنت عندك مشاكل موجودة في حياتك، دليلها إن أنت هتنجح. مفيش باب مقفول غير والله علامة. وخليك متأكد 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 إن الفرج بيجي للبني آدم العشمان والبني آدم اللي بيبذل مجهود. دوس بنزين، خليك وحش، اتحرك. هتسمع كومنت سلبي، وايه المانع؟ بعمل فيديو وبكتب فيه امل، واحد يكتب لي امل ايه ودني، براحتك، دي حياتك. انما انت اللي بتسمعني احنا من الوحوش اللي حاطه قدامها تارجت: يا هتعيش يا هتعيش. لان الموت لا محاله، مش هنسمحه ان هو ياثر فينا ويهد حياتنا. انا عايزك تبقى وحش في حياتك، تخش السنه الجديده دي واللي خايف منك يوسع، لانك واحد تاني. قررت انك تجيب جون. كل سنة وانتوا طيبين، سنة جميلة عليكم.